وتحت طلب ديال بزاف ديال المتتبعين بغاوني نحضر لكم الوصفه ديال البايلا. اليوم غنحضر لكم بطريقه سهله وكتجي بنينه بحال ديال المطاعم وندوروا بركه الله. اول حاجه كنحضروا البويون ديال البايلا. في كاميله كنديروا زيت العود والكركاس ديال الكروفيت وديال الحوت، وكنكرازيو مزيان باش يطلق العصير ديالو، وكنضيفوا العواد ديال المعدنوس، شويه ديال البورو، مطيشه، البصله، الثومه. كنحركوا كلشي مزيان حتى كيلصق لينا، كيبدا يتحرك لينا الخليط. كنديروا في الملحه وبزار وشويه ديال الحك مطيشه. كنحركوا كلشي مزيان وكنرويو ونخلوه يبقبق على خاطرو. ومن بعد ما طاب كنصفيوه في شي صفايه على هذا الشكل، وها البويون ديالنا واجد. ومن بعد في المقله ديال البايلا كنديروا بزاف ديال زيت العود والثومه وكنشحروهم مزيان، وكنضيف عليهم فلفله الوان وشويه ديال الجلبانه. كنشحروهم مزيان. من بعد كنضيفوا الكالامار حيت كيشد شويه ديال الطياب. ملي كيدخل معاه الطياب كنضيفوا لاصوص طوماط، شويه ديال المعدنوس، الملحه، الخرقوم، وضامه البنه ديال الحوت اختياريه. وكنحركوا كلشي مزيان. من بعد عاد كنضيفوا الكروفيت. ومني الحوت ديالنا كيدخل معاه الطياب كنضيفوا الروز حسب الكميه ديال الاشخاص. انا بغيتها بوغ 3 بيرسون، كندير 3 الحفنات ديال الروز. كنحركوا كلشي مزيان وكنبدا نضيفوا البويون المارق اللي ديجا حضرنا. مني كنشوف كنعاودوا نضيفوا حتى كيدخل مع الروز الطياب وكيتنفخ. وكنبداو نديكوريو كيف ما بغينا بفلفله الوان، الكروفات، الليمول، لي بالورد، لي كوطو، اي حاجه متوفره عندنا. وكندخلوها في الفران تحمر على خاطرها. وها البايلا ديالنا وجدات. ما نعاودش لكم المذاق والرائحه كيفاش دايرين بحال ديال المطاعم. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. بارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب. بالصحه والعافيه.